السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى متابعين؟ النهاردة ان شاء الله فيديو جديد هنعمل مع بعض البراونيز بطريقة سهلة كده وبسيطة وكمان سريعة. مش هتاخد وقت معاكي خالص. وانسي بقى انك تجيبيها من بره او تروحي كافيه علشان تاكلي براونيز. بجد البراونيز اللي احنا هنعملها دي سهلة وطعمها غني كده زي ما انتوا شايفين، جنب كوباية قهوة، كوباية نسكافيه. بجد خطيرة. يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك وفي الشير، واللي لسه ما اشتركش يا ريت يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله مني كل جديد. يلا بينا بقى على الفيديو عشان نشوف الخطوات بالظبط عملنا ازاي. اول حاجه كده، اللي عنده ميزان اللي هو الحساس يبقى حلو قوي، ما عندوش انا هكتب كده كده المقادير في الديسكريبشن، تقدروا ترجعوا لها بكل سهوله. ديت الزبدة اللي معايا نص كوباية، و نص كوباية سكر أبيض، ونص كوباية سكر بني، وبيضتين، وطبعا فانيليا. والشوكولاتة بتاعتي اللي هي شوكولاتة المطبخ دي شوكولاتة دارك، يعني عايزة تستخدمي أي نوع شوكولاتة انت بتحبيه براحتك. أنا هاخد بالظبط 180 جرام من الشوكولاتة. وعايزة تعملي الخطوة دي انك تسيحيها على حمام مية، الزبدة مع الشوكولاتة مفيش مشكلة. انا هدخلها الميكرويف 30 ثانية وابص عليها واقلبها، و30 ثانية تاني لحد ما اتأكد ان الشوكولاتة بتاعتي دابت تماما. ونبتدي مع بعض الخطوات. انا هنا بقطع الشوكولاتة علشان تبقى سهلة معايا في ان انا ادوبها لما تخش الميكرويف. بس طبعا جامدة جدا ومش عارفة اتحكم فيها. زي ما قلت لكم انا هاخد 180 جرام من الشوكولاتة. هبتدي احاول كده اقطع كده الشوكولاته واحده واحده لحد ما اقطعها خالص، وزي ما انتم شايفين كده بقطعها يعني آه قطع، ابشرها. المهم ان انا اخد الكميه اللي انا محتاجاها. كده انا وزنت ال 180 جرام اللي انا محتاجاهم، وقطعتهم ودخلتهم الميكروويف، وواقفه جنبي وكل شويه اطلعه كده اقلب عشان اتاكد ان الشوكولاته بتاعتي ساحت زي ما انتم شايفين كده. ممكن تاخد 30 ثانية، دقيقة، انتي خليها 30 ثانية 30 ثانية كده وتبصي عليها. معايا بقى السكر البني زي ما قلت لكم نص كوباية، ونص كوباية من السكر الأبيض. طب احنا ما عندناش سكر بني، انا هنا حطيت الأول معلقة زيت عشان بس نمشي خطوات مع بعض. والسكر البني، وهحط السكر الأبيض وهقلبهم. لو ما عندناش سكر البني نقدر نحط معلقة عسل اسود على السكر، هيدينا السكر البني. هقلب كده كويس. طبعا السكر مش هيدوب يعني ولا اي حاجة لسه، بس انا بمجرد ان انا بخلي المكونات تمتزج مع بعض. وبعد كده هحط البيضتين بتوعي كده، وطبعا رشة الفانيليا، واقلبهم برضو كويس كده. وهجيب بقى المضرب بتاع الكهربائي. طبعا مجرد ما الشوكولاتة ساحت ريحة المطبخ بقت خرافة. هضرب بقى بالمضرب الكهربائي، بصوا لحد ما لونها اتغير تماما زي ما انتوا شايفين كده، لونها بقى فاتح. هبتدي بقى اجهز المكونات الجافة اللي معايا تقريبا نص كوباية من الدقيق، حوالي 70 جرام، ونص كوباية من الكاكاو، حوالي 50 جرام برضو. هنخلهم كده كويس، لازم اتأكد ان هما اتنخلوا كويس ومفيش اي تكتلات ولا كور كده. الكاكاو ساعات بيبقى فيه تكتلات. زي ما انتوا شايفين كده هحاول اعمله بالسباتولا كده، انزله تمام كده. وهحط رشة الملح، وهحط معلقة من النسكافيه او كيس نسكافيه. طبعا ده بيعزز طعم الشوكولاتة اللي معايا. هنزل بقى على المكونات كلها كده مع بعض، وهقلب بقى واحدة واحدة لحد ما الدقيق والكاكاو يختفي تماما. طبعا البراونيز ما بتتعملش ببيكنج باودر. لو هنحط بيكنج باودر كده هتبقى عالية وهشة كده شوية، اللي هي يعني زي الكيكة العادية. البراونيز ما بيتحطلهاش بيكنج باودر خالص يعني.
هقلب بقى كده لحد ما اتاكد ان كل المكونات بتاعتي امتزجت. طبعا احنا مجهزين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180، هتاخد تقريبا 25 دقيقة وهتكون جاهزة معانا. بس انا هقلب بقى، بصوا كويس جدا. طبعا الاسباتولا ديت اختراع خطير جدا. بصوا يعني بتنزل كل حاجة في الطبق معاكي. جبت الصينية بتاعتي وهديها رشة زيت كده، وورق الزبدة بتاعي. بص انا كرمشته كده عشان اقدر اسكنه كويس في الصينية، يقعد كده في الصينية ما يبقاش يعني يبقى متساوي في الصينية. بحاول اظبطه زي ما قلت لكم. طبعا احنا مشغلين الفرن دلوقتي، يعني الفرن سخن، وهدخل الكيك على البراونيز على طول. بس كده هنزلها. القوام بتاعها بيبقى تقيل، مش زي الكيك يعني، زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي وانا بنزله كده اهو. بصوا هسويه بقى وهنزل كل اللي في الطبق، مش هسيب اي حاجة. اي حاجة طلعت كده، اي حاجة كده لازم ترجع على طول تخش هنا في الصينية. زي ما قلت لكم ريحة الشوكولاتة بجد خطيرة. عايزين بقى ممكن وانتوا بتقلبوا المكونات كده في البولة بتاعتكم، عايزين تحطوا قطع شوكولاتة، مفيش مشكلة براحتكم. هنا بصوا انا سويتها بقى وهدخلها الفرن. وهنا بعد ما طلعت لازم بقى نسيبها تهدى تماما علشان نعرف نقطعها. بنختبرها كده. طبعا لازم هيطلع فيها شوية شوكولاتة كده. شايفين الطبقة اللي فوق ديت اللي بتلمع بجد خطيرة. هنا خلاص هديت، هبتدي بقى اقطعها معاكم. عايزة تقطعيها زي الجاتوه السواريه صغيرة كده، بس هي مربعات كده المتعارف عليه يعني. مربعات كده بتبقى شكلها جميل جدا. وعايزة اقولك ان هي طعمها بجد تحفة، لازم تجربوها. هتعجب كل اللي هيدوقها. لازم التعامل معاها بالراحة زي ما انتوا شايفين. ريحة الشوكولاتة مع النسكافيه بجد تحفة. وزي ما قلت لكم عايزين تحطوا قطع شوكولاتة وانتوا بتقلبوا المكونات كده في البولة، مفيش مشكلة، تقدروا تحطوا القطع كده. لما تيجوا تقطعوها هتلاقوا في شوكولاتة سايلة كده جوه. بجد بيبقى برضه طعمها حلو. شايفين القطع حلوة جدا ومستوية، ويعني خرافة. لازم بجد تجربوا الطريقة ديت وتمشوا على المقادير بالظبط. نقول بقى الملاحظات بتاعتنا، ان هي ما بيتحطلهاش بيكنج باودر. وتقدري كمان تستغني عن الميكروويف وتسيحي الزبدة مع الشوكولاتة على حمام مية. وكمان لازم تخلي بالنا ان احنا لما هنيجي نجربها بالخلة هيطلع فيها شوكولاتة، مش هتطلع نضيفة زي الكيك العادي. تقدري تستغني عن السكر البني وتعمليها كلها بسكر ابيض، او تحطي على السكر البني معلقة عسل اسود وهيكون معاكي السكر البني جاهز. بيفرق جدا في الطعم طبعا، وبيدي ندغة كده بجد خطيرة. وهي بتبقى طرية فاجي كده من جوه، بجد جميلة. فلازم تمشوا على الخطوات بالظبط. يا رب بقى تعجبكم. ما تنسونيش في اللايك وفي الشير والاشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش، ويا ريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.